قرار انسحاب قرار انسحاب الجزائر في اعتقادك هو قرار صحيح امين؟ قرار صحيح وربما متاخر محمد، لانه بما أننا كنا نعلم جميعا كيف ستنتهي المسرحية، فكان علينا أن ننسحب مبكرا قبل هذا. على كل حال المسؤولون يعلمون ما يفعلون. انسحاب الجزائر كاين 11 واحد في كوميسيون تاع لاكاف مغربي، حنا اللي يجي ينحي قال ما كان له. سيد محفوظ قرباج رحمه الله عليه قالها في هذا البلاطو، قال لك رجعوني من الطياره. ركبت في الطياره قالوا له نو غير ما كان له تجي، عيطوا منا من الجزائر قال لك ما نسحقوش. وماشي غير هو اللي يجي ينحي لي زالجيريان. الوغ حنا بيناتنا ثاني عندنا مشكل. قلت له انا هذا الكلام، قلت له ولكن لازم تدخل في الكوميتي اكزيكيتيف تاع لاكاف كيما لازم تكون كيما كان محمد راوراوا، ولكن لازم تكون في الكوميتي اكزيكيتيف. اوكي واش قال لي؟ قال لي كلمه، قال لي مام هذوك لي كوميسيون بين قوسين فونطوش. الغيره، الحسد، الغل هو سبب الانسحاب من كاس افريقيا. وهذا سبب الانسحاب اللي داروه هذو القنوات ديال زيكو اللي راهم كوما ينشروا هذه البروباغندا غير باش يشوفوا النمط ديال الشعب. يا ودي غير نساحب، ولكن الغيره والحسد والغل هو اللي خلى المنتخب الوطني غادي يضيع احسن. دقيقة واحدة واستكمل لحضراتكم الفيديو وهوريكم الفضيحة والكارثة اللي حصلت اليوم مع منتخب الجزائر تحت 17 عام، اللي أعلن بشكل رسمي اليوم الانسحاب من بطولة كأس أفريقيا بالمغرب. الإعلام الجزائري بدل ما يطلع ويقول بأن منتخب الجزائر مش مرشح للفوز ببطولة كأس أفريقيا، وبأن المنتخب الجزائري خايف ومرعوب من مواجهة المنتخب المغربي لأن ما قدرش يفوز على السنغال، لا طالعين وبيقول لك بأن احنا بنتعرض لمضايقات في المغرب، طالعين وبيقول لك بأن قاعدين في فندق سيء بالمغرب، طالعين وبيقولوا لك بأن احنا بنتظلم في التحكيم ببطولة كأس أفريقيا بالمغرب. طب تعالوا بينا مع بعض نشوف الإعلام الجزائري المدلس هيعلق وهيقول إيه، وانتظرونا في النهاية. يقال بأنه كان أكثر من 13 بلد لحد الآن، بارك الله فيك، 13 بلد راهو حاب يدير ثوره داخل لاكاف، تغيير جذري على مستوى الكاف. قال لك احنا باش نبقاو احنا اون ديبون، بلاد هي اللي ديسيدي كما قال لك لا بلوي لو بوطون هي اللي ديرها. قال لك احنا رانا ضد هذا الشيء، ولكن احنا رانا نقولوا كاع لازم ندخلوا، ولكن كيسكون في باش ندخلوا على مستوى الكاف. رضوان اسمح لي، ça sert à rien de ressasser le passé. Ce qui a été fait a été fait et ce qui a été fait c'est une boucherie. C'est une boucherie, il faut le dire. كاين ناس خدمت ضد مصالح الجزائر. Mais bon, on va parler de ça, ça sert à rien. الآن il faut un plan. Maintenant il faut un plan. Il y a des gens en Algérie qui sont capables d'aller se battre sur le terrain au niveau de la CAF et dans les institutions internationales باش التمثيل الجزائري يعاود يولي. أنا قلت لك الحال ده والمهال. Il faut un plan sur le plan politique. Il faut un travail de lobbying. Je ne pense pas qu'un بلد كيما الجزائر ما يقدرش يستعد ولو dans un premier temps تكون عنده كلمة، وبعد تولي ما يكون كوميتي اكزيكتيف في الكوميتي اكزيكتيف les prochaines élections. Il faut qu'on ait prochain exécutif. وانا نعطيها لك حظوظنا باش نكونوا في الكوميتي كبير que un pays fasse la pluie et le beau temps au niveau de la CAF. Les choses vont forcément prendre du temps, vont changer. ولكن حنا رانا encore une fois كيفاش يقولوا راقدين شويه. Non, mais رانا initiateur, on est à l'avant-garde d'un problème politique réel. Il faut que ça change. احنا اللي بادرنا، يعني رانا بادرنا بهذا الطرح. Maintenant il faut l'accompagner d'un travail politique. واش تقترح انت؟ خلي دقيقه برك. اتخذ قرارات بناء على اهواء بعض الاشخاص وبناء على اهواء بعض اللوبيات. ونقول لك الاهميه الكبيره كذلك انك تواجد، يقول لك ما كانش انعكاس لتواجدك في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي على كره القدم سواء المحليه وعلى المنتخبات الوطنيه. انا نقول لك انه عنده انعكاس كذلك ايجابي. اذا خدينا المثال تحدثت عن ابو ريده لما كان في الاتحاد المصري والمنتخب المصري لم يتوج في الفتره تاعو، كذلك لقجع رغم سنوات لم يتوج المنتخب المغربي، ولكن في الجهه المقابله هنالك سنغور على راس الاتحاد السنغالي اللي هو رجل سياسي بما انه يشط في الجانب السياسي منذ بدايه الالفيه سنوات 2000. لا يوجد حاليا.
لا راح نتحدث لك سنوات والاهميه تاع سيطره المنتخبات الشبانيه للمنتخب للسنغال. شفنا كيف من المنتخب الاول والاداء تاع المنتخب السنغالي، المنتخبات الشبانيه كذلك للمنتخب السنغالي كيف كانت جيده، ادائها جيد، تتوج على الصعيد الافريقي، وكان عنده وزن سياسي لانه هو في الاصل رجل سياسي سنغور، وبعد ذلك تقلد مهام رئيس للاتحاد الافريقي او رئيس للاتحاد السنغالي، تواجد كنائب رئيس لموتسيبي. لذلك اهميه كبيره انك اليوم تتواجد داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي على الاقل لوقف مثل هذه الممارسات الغير رياضيه. سالي بن شيخ، هل يمكن القول اليوم انه بمرور الوقت يمكن لوليد صادي ان يضع في الميزان، ما نقولش ان جروب ولكن مجموعه قد تقف في وجه بمرور الوقت، ماشي الان دخل المكتب تاع 13 نعوضوا في مكتب الكاف، ربما يدير ديزاليونس مع ناس واحد اخرين من اجل اعاده القطار الى السكه على مستوى الكاف، وبالتالي ممكن يدير تحالفات، والجميع يقول لك بان قرارات الكاف فيها وعليها وفيها عيوب كثيره. هل حان الوقت لاحداث طور داخل الكاف الحالي؟ هو شوف، كي تتكلم انت ممكن يدخل مع جماعه تاع كواليس وذا، كي تشوف ايطو بروبوزالو يكون قدام موتسيبي ما قبلش جبد باسكو حاب يحطوه قدامه باش يميتريزيه. دونك قال له لا انا نقعد من اللور باش راح نحاربك باش بلي كوليس يعاود يجيب الناس هنايا. بيان سور وليد صادي يشوف القوه وين راهي ويروح معها، يروح مع اللي راحت. ممكن موتسيبي يزيد يكون قوي هو مع لي كوليس وكذا ويسمع الناس ينجم يكون يعني معهم مصالح الجزائر ولا ايطو. قولا واحدا، قرار انسحاب منتخب الجزائر من بطولة كأس أفريقيا خوف منتخب الجزائر من مواجهة المنتخب المغربي. قولا واحدا دي الحقيقة. كل ما يتردد من الإعلام الجزائري بأن المغرب عامل مضايقات لبعثة المنتخب الجزائري، وبأن الاستقبال كان سيء، وبأن الجزائريين مش قادرين يلعبوا في الأجواء هناك في المغرب، كلها دي أكاذيب، كلها أكاذيب. الإعلام الجزائري ولاعيبة منتخب الجزائر بنفسهم عارفين بأن المنافسة صعبة، وبأن منتخب المغرب لو واجه المنتخب الجزائري تحت 17 عام هيفوز وهينتصر بنتيجة كبيرة، وفي النهاية هيخرج المنتخب الجزائري من البطولة. منتخب المغرب تحت 17 عام في بطولة كأس أفريقيا اللي قبل دي قدر إن هو يحقق اللقب، وفي بطولة كأس شمال أفريقيا هذا العام تغلب على تونس 2-0 وتغلب على الجزائر 3-0 وفاز على مصر بنتيجة 2-1. عشان كده طالما المغرب مستمر في هذه البطولة هو مرشح وبقوة للفوز باللقب، هو مرشح وبقوة للفوز باللقب. المغرب طالما هو مستمر في الانتصارات هو مرشح وبقوة للفوز ببطولة كأس أفريقيا. فاللي أنا عايز أقول لحضراتكم، لا، منتخب المغرب منتخب كبير ومنتخب عظيم، وهو دائما وأبدا مرشح للفوز بأي لقب. وكل ما يتردد من الإعلام الجزائري عن موضوع الانسحاب، أنا قلت لك الجزائر فعلا أعلن الانسحاب بشكل رسمي، لكن كل الأسباب اللي أنت بتسمعها من الإعلام الجزائري ده طالع يقول لك بأن في مضايقات وبأن مش عارف إيه، كل ده كذب، كل ده كذب من الإعلام الجزائري. لا في مضايقات ولا في أي حاجة. والانسحاب خوفا من المنتخب المغربي. منتخب الجزائر في المباراة الأخيرة بيخسر من منتخب السنغال. بدل ما يطلع ويقول إن السنغال أقوى مننا، لا،
ما قالش كده، طلع وقال لك بأن الأقجع هو السبب، والكولسة والمؤامرات والكلام اللهبل اللي بيتقال ده للأسف اللي كان بيتردد من الإعلام الجزائري المسطول. لقجع، كولسة، مؤامرات، الكلام اللي انت بتقوله. فاللي أنا عايز أقول لحضراتكم، لا، الناس دي مريضة نفسيا فعلا. ما هو انت مش طبيعي كل ما بتخسر مباراة أو تخسر بطولة تطلع تقول إن فوزي لقجع هو السبب. فوزي لقجع مش هو اللي أدار المباراة، فوزي لقجع مش هو حارس المرمى أو هو سبب الخسارة. سبب الخسارة إن انتوا فنيا أقل من السنغال ومن المغرب ومن أقل المنتخبات المشاركة في البطولة. قولا واحدا ده سبب الخسارة، إن انتوا من أقل المنتخبات المشاركة في البطولة. فهتطلع بقى تقول لي أي أكاذيب وتطلع تضحك على الجمهور المدلس وتقول إن لقجع والمؤامرة والكولسة، كل ده كذب من الإعلام الجزائري. الجزائر مش مرشح أبدا للفوز بأي بطولة، سواء بتتلعب في المغرب أو بتتلعب خارج المغرب. لازم الجزائريين يعرفوا نفسهم كويس ويقتنعوا بأن هم من أقل المنتخبات اللي موجودة في قارة أفريقيا. وأنا هفضل أقولها، المغرب وهو بيشارك في أي بطولة فطبيعي جدا إن يبقى مرشح وبقوة للفوز باللقب، مش عشان البطولة بتتلعب في المغرب، عشان إن المغرب أفضل منتخب في القارة. ديما مغرب. أشوفكم في فيديو جديد.